الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحمد الله ونشكره على كل نعمه. أيها الإخوة والأخوات، تحت شعار الانزياح الديمقراطي سبب الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس الأبواب المفتوحة في نسختها الثامنة. هذه الأبواب التي دأب الحزب على تنظيمها رغم أن كل مقراته مفتوحة طيلة السنة في مختلف مقاطعات فاس، بل له بنيات تنظيمية تشمل جميع أحياء مدينة فاس، لكن دأب الحزب على تنظيم هذا العرس السياسي كل سنة ليتواصل مع المواطنين، ليتدارس ويتناقش معهم مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. عشنا أسبوع من خلاله نظمنا ندوات فكرية، ندوات سياسية، زيارات ميدانية، لقاءات بيتية. مرة أخرى حزب العدالة والتنمية يؤكد أنه الحزب رقم 1 في المغرب، أبى من أبى. مناضلو ومناضلات الحزب عاينوا وتابعوا كيف احتضنتهم ساكنة فاس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ساكنة فاس، بل ربما المغاربة كلهم، لا علاقة لهم بما أفرضته 8 سبتمبر، ونتائج 8 سبتمبر لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للمغاربة. قلت بعد هذا الأسبوع الحافل بالأنشطة السياسية يأتي هذا المهرجان الختامي كتتويج لهذا الأسبوع. فالآن أترككم مع كلمة الأخ الكاتب الإقليمي، أكيد أنها ستكون كلمة مليئة بما هو تنظيمي وسياسي وتدبيري على مستوى فاس. فالكلمة لكم الأخ الكاتب الإقليمي المحترم. قبل ما نعطي الكلمة للأخ الكاتب الإقليمي، أخبر الإخوان أن كاين قاعة كذلك متوفرة فيها جميع ظروف الراحة لتحت. كاين البث وكاين الإخوة الإعلام يشتغلوا لنا على البث، فمحبي أميننا العام كثار، وبالتالي يسمحوا لنا إلا قدرنا يلا نوفروا هذه القاعة المقر، لأن يمكن يبدو أن هناك من يزعجهم خروج العدالة والتنمية إلى الشارع. تبعتوا معنا، ولكن تبعتوا معنا. راه ماشي المحبين كثر، راه القاعة صغيرة. لا شوف، أنا من هاي القاعة صغيرة المحبين كثار. واش كنت كدير لها المركب ولا الأخ الأمين؟